وهي الشخصية النرجسية. ده شخص عنده اضطراب معين بيبقى هش وأضعف من الشيطان، لأن الشيطان هو اللي بيتحكم فيه. هي انتصرت عليا يا أنا انتصرت عليها. هو شخص متلاعب بالظبط، صعب اكتشافها طبعا. بيحب يجمع داتا قوي عن الشخصية اللي قدامه. هو بيختارها شخصية ناجحة وبيختارها شخصية قوية. النرجسي شخص متسلل. تكشف ألاعيب الشخص النرجسي لأن هو زايد جدا في حياتنا. بيسمع كتير وباله طويل وهادي ومحترم وكريم ورومانسي وكل حاجة. مين اللي النرجسي بيختارهم بعناية؟ أهلا ومرحبا بيكم في ثالث حلقة من حلقات بودكاست بين العلم والقرآن. ازيك يا دكتور إنجي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا دكتور ايه، انتي اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. النهارده بقى بصي، بعد السؤال اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في اخر الحلقه، ناس كتير جدا دخلت قالت اقتراحات وقالت يعني خمنوا الشخصيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. النهارده بقى عايزين نحسم الجدل ونقول الشخصيه دي شخصيه ايه ونتكلم عنها. الشخصيه دي شخصيه بقت موجوده كتير قوي في حياتنا، وهي الشخصية النرجسية. personality narcissistic disorder، الشخصية اضطراب الشخصية النرجسية. هنتكلم كتير قوي عن اضطراب الشخصية النرجسية، بس عايزين نبتدي ونسأل حضرتك مين هو النرجسي أو النرجسية، عشان ما نبقاش بنتكلم بصفة الذكورة أكتر. يعني بصي، هو النرجسي من وجهة نظري، يعني لو هنتكلم مثلا في المخ ومش عارف ايه، هنقول كلام كتير وصعب على الناس قوي، ممكن الناس ما تستوعبوش. فخلينا ناخد الامور كده ببساطه. ده شخص عنده اضطراب معين، والاضطراب اتذكر في القرآن بكذا اسم وبكذا صيغه. تمام، فاحنا النهارده هنربط ما بين الكلام القرآني وما بين الشخصيه دي على ارض الواقع. انا بس عايزه انوه ان الشخصيه دي الشيطان بيكون مسيطر عليها سيطرة تامة. يعني الشخصية دي بتكون ضعيفة وهشة. القرآن هو بيكون أداة في إيد الشيطان. الشيطان اللي القرآن قال عليه إن كيد الشيطان كان ضعيفة، هو الشخصية دي بيبقى هش وأضعف من الشيطان، لأن الشيطان هو اللي بيتحكم فيه وبيقوده بصورة كبيرة قوي. وعلى فكرة ده من ضمن المخططات اللي بتحصل حوالينا دلوقتي، اللي هم ازاي يحولوا اغلب البشر لنرجسيين. لان انا بشوف النرجسي ده من شياطين الانس. بس باختياره يا دكتور، هو بيبقى باختياره. ايوه طبعا باختياره، هو عشان ايمانه ضعيف. طبعا ايمانه ضعيف وشخصيه هشه. بس احنا حابين الاول نبتدي ستيب باي ستيب كده، اللي هو نعرف الناس اولا الاضطراب ده بيجي ازاي. طيب، في حاجه قبل الاضطراب، تمام، حابه بس ان انا اوضحها. كل انسان موجود هنا على الارض معاه اختبار معين، تمام. أكيد. ممكن ربنا يجعل الابتلاء بتاعه مثلا في شخص اخر، في ابنه، في زوجها، في مراته، في في اب. انا من وجهة نظري انا كآية بشوف ان اصعب ابتلاء ان الانسان يبتلى في نفسه. النرجسي اختباره مش في حد، اختباره في نفسه. لان انا لو اختباري في حد هخلص الاختبار وهتخلص من الشخص ده وهتشافى وهتعافى منه وخلاص. ولكن لو انا اختباري في نفسي، انا هنا مش هقولك بقى ان انا هتخلص من الشخص ده وابعد عنه، لا. دي نفسي ملتصقه بيا وهفضل اتعامل معاه كتير جدا، ويا هي انتصرت عليا يا انا انتصرت عليها. فهو مبتلى الشخص اكيد ده. هو ازاي بنعرف النرجسي؟ يعني بتعرفي الشخصية النرجسية ازاي؟ انا دلوقتي سواء راجل اتجوزت واحدة، او حتى هو ممكن يكون ام او اب او اخ او اخت او ابن او ابنة، ممكن يكون راجل او ست، بس هو في الاغلب يعني بيكون في الرجالة. اضطراب الستات هنتكلم عنه بعد كده. فنعرفه ازاي؟ انا دلوقتي جايلي عريس، تمام، اعرف ازاي ده شخصية نرجسية ولا لا؟ بصي يا دكتور، خلينا متفقين اتفاق في الاول كده. الشخصيه النرجسيه صعب جدا ان انت تكتشفيها في الاول. هو شخص متلاعب من الدرجه الاولى وممثل عبقري جدا، صعب ان انت تكتشفيه، خصوصا لو الطرف التاني اللي معاه شخصيه متعلقه او متعاطفه، وهو بيختار الضحيه بتاعته بعنايه شديده جدا. فصعب ان الطرف التاني يكتشفه. ما عشان حته صعب بقى، عايزين يعني ندي كده وعي للناس
او نزود وعي الناس ان هم ازاي يعرفوا الشخصيه النرجسيه، لان هو شخص زي ما حضرتك قلتي، هو شخص متلاعب بالظبط. صعب اكتشافه. فده هنعرفه ان انا بشوفه، او هو اول ما بيظهر هو بيرسم الكاريزما جدا. بصورة فظيعة. يعني أول ما هتشوفيه كده، أول ما هتشوفها هتلاقي شخصية كاريزما هندي كده. نصايح للناس بسرعة، لأن الحلقة طبعا مش هتتسع إن احنا نحلل شخصيته. احنا ممكن نعمل جزء تاني، لأن مفيش أي مشكلة. الموضوع ده مهم جدا يا دكتور. أي اتنين يدخلوا في علاقة أهم حاجة إن هم يشغلوا عقلهم مش قلبهم. المشكلة إن احنا بنشغل عواطفنا وبننساق ورا بالظبط. العاطفة، ولكن أهم حاجة إن أنا أشغل عقلي. فترة التعارف أو فترة الخطوبة دي أنا لازم أبص للشخص اللي معايا دوت بعين العقل مش بعين القلب. يعني إيه؟ يعني أخد بالي من تصرفاته. الشخص دوت بيسمعني عشان هو حابب إن هو يسمعني، ولا بيجمع عني داتا؟ لأن النرجسي عنده الحتة دي. أيوة طبعا بيحب يجمع داتا قوي عن الشخصية اللي قدامه. جدا تمام. جدا. بيحب كمان يعرف نقط ضعفها، بيدخل لها من المداخل بتاعت نقط الضعف ويحسسها ان هو طبعا الامان ومش عارف ايه. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. احنا بس عايزين نعرف في الاول هو بيظهر ازاي. يعني ناس كتير ناس كتير واخده فكره عن الشخصيه النرجسيه ده الشخص اللي هو المغرور او اللي عنده ثقه بالنفس زياده. النرجسي اصلا في منه انواع كتير. في نرجسي خفي وده في نرجسي خفي او في نرجسي ظاهر. اكتشفوا الا اللي عايش معاه في البيت زوجته او اخواته المقربين كمان. وفي نرجسي عقلاني، وفي نرجسي هو الظلام، وفي نخبه، في حاجات كتير. هو انواع كتير جدا بالظبط. بس انا بشوف ان الخفي يعني بيجن اللي معاه بصراحه قولا واحدا. ليه؟ محدش في اللي حواليها، لو هتكلم مثلا ان النرجسي دوت راجل، محدش في المحيط اللي حواليها بيصدقها. هو اول حاجه الشخصيه النرجسيه بيظهر بكاريزما عشان يجذب. هو اولا مش بيختار اي ضحيه، هو بيختارها شخصيه ناجحه وبيختارها شخصيه قويه وحواليها ناس كتير محبوبه جدا ومحبوبه جدا عندها اجتماعيات. وبيبتدي بقى يفرض عليها ألاعيبه ان هو شخص محترم، ان هو ملاك، وان هو شايفها شخصيه عظيمه جدا، ان مش هتلاقي يديها اهتمام اوفر رهيب اللي بتبقى في الاول. بالظبط. فهي بتشوفه ان هو ده الشخصيه اللقطه بالظبط بالنسبه لها. هو بيعرف يرسم حته اللقطه دي بمنتهى الاحترافيه، الابداع والاحتراف. والناس بيبقى يعني ايه، حتى هو قدام الناس بيبان ان هو حد جميل وحد عظيم وهو دايما بيكون ناجح في شغله. بس النجاح في شغله صاحب الاضطراب او اللي هو الشخص اللي عنده اضطراب شخصية بتلاقيه ناجح في شغله يا اما بالتدليس، يا اما ناجح في شغله بالتدليس ده لو ناجح، يا اما مش ناجح اصلا، يا اما فاشل. هو بيقف عند مرحلة معينة وبعد كده ما بيعرفش يطور من نفسه تاني. بالظبط. لا مش بيعرفش يطور من نفسه، هو ما بيعرفش يكمل. هو صاحب اضطراب الشخصية لازم حد يكون معاه يسنده دايما. صاحب اضطراب الشخصية بيكون فاشل في حياته كلها. يعني جوازته مش بتكمل فعلا. حياته مع أهله بتكون متدمرة فعلا. حياته مع أصدقائه ما بتبقاش أحسن حاجة، مش ناجحة. حياته الزوجية بتفشل. حياته مع أولاده كمان مع أولاده بتكون مش ناجحة. فبيحاول إن هو ينجح في شغله، بس بيدور على ده بأساليب شيطانية، أساليب متلاعبة. أكتر جانب بيبين النرجسي على حقيقته جانب الأسرة والأبناء والعلاقة الأسرية نفسها. ده أكتر جزء بيكشف النرجسي. عشان كده تلاقي معظم النرجسيين بيعرفوا أو اللي حواليهم بيعرفوا إن هم أشخاص مؤذيين أول ما بيتجوز. دكتور آية، النرجسي لما بيدخل بألاعيبه ناس كتير بتتخدع فيه وبتتغش فيه. بالظبط. احنا عايزين نخاطب وعي الناس تكشف ألاعيب الشخص النرجسي، لأن هو زايد جدا في حياتنا. فأكتر نقطة ممكن تكشف النرجسي اللي داخل إن هو حد ملاك إيه هي؟ يعني أنا دلوقتي جاي لي عريس نرجسي ظاهر قدامي إن هو حد معاه فلوس، حد ريتش قوي،
ان هو محترم، ان هو ابن ناس، ان هو كريم ماديا، يعني عريس زي ما الكتاب ما قال. انا بعيد يعني حصل لي صلاة استخارة طبعا وكل حاجة، بس اكشف برضو ازاي ده، اعمل ايه؟ يعني ايه الاختبار اللي انا ممكن اعمله عشان بصي، اكشف؟ في كذا ريد فلاج بيحصل في الموضوع، بس يعني اللي بيبقى ظاهر قوي مع معظم الناس، ودي من ضمن برضو الجلسات مع الناس، دي اكتر حاجة انا بلاحظها بصراحة. النرجسي شخص متسلل، دايما بيبقى عايز يتعرف على اصحابك، اصدقائك، افراد عائلتك، عايز يحضر تجمعات، عايز يتدخل ما بين الناس وما بينك. لا كمان قد تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. بالظبط. فهو هو بيخدع في الأول، بس مش هيعرف يستمر على ده هو على طول. بيخدع في الفترة المهمة، الفترة اللي هي فترة الخطوبة أو فترة التعارف. بعد كده إيه اللي بيحصل؟ بعد كده بيظهر على حقيقته، فهي ما بتعرفش تتصرف. طيب، دلوقتي أنا برجح يعني إن هي تعمل له اختبار إزاي. تقعد تسأله عن حياته، طبعا هو كذاب جدا، هو دي كذاب النقطة وملاوع يا دكتور، وفي كل صفات اللي كذاب صعب جدا. لازم يكشفوا ده هو بيتلاعب بالدكتور هو النفسي. بيتلاعب بالدكتور طب النفسي. هقولك ايه، فانا عشان هنا بقول ان احنا نشغل انا بكلمك في كلام واقعي بجد. يعني في ناس احنا حتى لو قلنا على اختبارات، في ناس مش هتعرف تطبقها. هو متلاعب لابعد حد. هو في كمان في نقطة ان هو بيسمع كتير، هو بيسمع كتير بالظبط، ما جدا. انا بقول لك شخص يعني تلاقيه هو بيهتم ان هو بيسمع يسمعك. اكتر ما بيتكلم. يعني ممكن اللي قدامه يشوف ان هو ده شخصية عقلانية قوي، ان هو قاعد بالظبط. بيسمع، مش تقيل، حد تقيل كده في نفسه. هو بيسمع مش تقيل، كتير وباله طويل وهادي ومحترم وكريم ورومانسي وكل حاجه. هو بس شخص بيسمع. متسلل. نقطة ان هو بيسمع دي، ده تسجيل، هو بيسجل ما انا بتكلم عشان في كده، يمسك وبيجمع نقطة داتا. ضعفك وبعد كده يساومك عليها. بيجمع الداتا اللي هيعرف بعد كده هتكون المادة الخام للتلاعب النرجسي بتاعه. بالظبط. أنا شايفة إن لو ده خطيب أو عريس متقدم واكتشفتي إن هو نرجسي، وهتكتشفي إن هو الغيرة بالنسبة للنرجسي مش غيرة، هي فرض سيطرة. تمام. وفرض رأي، هي تبان إن هي غيرة بس هي مش غيرة. حتة إن هو الكرم ده هيبان في الأول، لكن بعد كده هيقع فيه. اللي هو بيسمع اكتر ما بيتكلم. ان هو لازم تتأكد من كل كلمة هو بيقولها. ولو اكتشفت ان هو نرجسي تخلع. مش هتكتشف في الاول، ولكن في ريد فلاج هتعرفها ان في هنا خطر، وهتحس ان في مشكله. ما تتجاهلش بقى بالظبط. الاحساس دوت، ما ينفعش. بص يا دكتور انجي، موضوع النرجسي ده مش هيتلم في حلقه. طب ايه رأيك نكمله الحلقة الجاية؟ احنا عايزين الحلقه الجايه نتكلم في مين اللي النرجسي بيختارهم بعنايه، ايه الناس اللي هم دايما بيقعوا فريسه للشخصيه النرجسيه. ونكمل كلام براحتنا عن النرجسي. خلاص تمام، اوكي. لحد هنا احنا خلصنا حلقتنا. ومن وجهة نظركم تفتكروا مين اكتر شخصية الشخص النرجسي بيختارها بعناية؟